السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده بالديكوريشن الجديد. طبعا زي ما انتم شايفين فوق الليدات وزينه رمضان، وطبعا يعني اجواء رمضان. طبعا بقى الحركات بقى نقدر نعمل كده، نقدر نعمل ايوه معلش هو بعافيه شويتين، بعافيه قوي اهو. هنسيبه كده والزينه ونبتدي بموضوع الحلقه. زي ما قلت لكم الحلقات هتبقى قصيره، ونتكلم سريعا كده عن دوري ابطال اوروبا. بس قبل ما نبتدي الحلقه زي ما بقول لك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واحنا في رمضان ف ترى حاجه لله، ف ليتس جو. طيب نبتدي ده هو دوري الابطال، هي حلقه دوري الابطال بس. والكوارتر فاينلز عندنا المواجهات بنفيكا والانتر، مان سيتي وبايرن ميونخ، ريال مدريد وتشيلسي، اي سي ميلان ونابولي. طبعا ماتشات كلها صعبه، ماتشات كلها قويه جدا. يعني انت بتتكلم حتى في الانتر وبنفيكا السنه دي قويه جدا. هي طبعا الانتر هتكسب، لكن بنفيكا قويه وممكن بنفيكا تعمل مفاجاه وتكسب. بتتكلم على البايرن وسيتي، ده ماتش جبار جدا. بتتكلم على ريال مدريد وتشيلسي، تشيلسي مش في افضل احوالها، وفي نفس الوقت ريال مدريد مش في افضل احوالها، فهيبقى ماتش نوعا ما متوازن، نوعا ما جامد. بتتكلم عن اي سي ميلان ونابولي، ده فعلا ضرب نار. اي سي ميلان مفاجأة في الشامبيونز ليج، وصل لغاية الكوارتر فاينل، ونابولي بالأداء الخرافي، كفاستخيليا يا سلام، أوسيمان يا سلام، نابولي انتهى الكلام. لا حقيقة نابولي جامدة جدا السنة دي، فالماتشات كلها صعبة. فنتكلم عن كل فريق كده في السريع، نحلل ونشوف توقعاتنا. نبتدي بالميلان ونابولي. طبعا حظوظ الميلان للأسف ضعيفة جدا، لأن الميلان في فترة تخبط شوية. الميلان مش في أحسن أحواله الفترة دي، عكس نابولي اللي في فترة مزدهرة جدا جدا جدا. مدرب فكر عالي اللي هو سباليتي. تتكلم عن اللعيبة سواء من ميريت حارس المرمى لغاية راس الحربة أوسيمان. تتكلم اللعيبة كلها في مود شغال، اللعيبة فاهمة بعض، في فهم بين اللعيبة. عكس الميلان نوعا ما، بيولي مش مركز الفترة دي في الدوري، والكاس خرج منهم الدوري في المركز الرابع او الثالث. بس هو في دوري الابطال بيلعب كويس. كسب توتنهام 1-0، لكن في ملعبها عمل ماتش كويس وفرص كتير شاطت. فالماتش ده حظوظه كفة كبيرة رايحة على نابولي. اكيد اتمنى الميلان لان ده النادي اللي بشجعه، لكن الواقع بيقول ان اللي هيكسب هو نابولي، وهم حقيقة يستحقوا ان هم يوصلوا لمشوار بعيد في دوري الابطال اللي هم عاملينه السنه دي، ياخدوا الدوري ودوري الابطال اوروبا كمان. فنابولي اللي هيكسب من المواجهه دي، بس هتكون مواجهه صعبه جدا جدا جدا. المواجهه التانية ريال مدريد وتشيلسي. ريال مدريد زي ما بقول لكم في فتره تخبط، مش الدنيا متظبطه، تاني الدوري عمال يخسر من برشلونه. انشيلوتي الدنيا متظبطه معاه، طلع اشاعات كتير ان هو هيمشي وهيجي مكانه مدرب جديد. مين المدرب الجديد محدش يعرف، في بيقول زيدان، في بيقول لا مش نفس اللفه، زيدان انشيلوتي مش تبقى نفس اللفه. في شويه مشاكل في ريال مدريد وتشيلسي اللي رايح في 60,000 داهيه، يعني صفقات وفلوس، لكن تود بويلي رئيس النادي عامل بلاوي سودا. يعني انت بتتكلم ان هو جاب انزو فرنانديز 120 مليون، وراح جاب مش عارف مدافع كام، قعد ارقام كتير. تشيلسي صارف 300 و 400 مليون يورو في الميركاتو الشتوي والصيفي، ده ارقام خزعبليه. ليفربول صارف في نونيز 100 مليون وبيعيط عشانهم. فتشيلسي لا، تشيلسي مستواه ضعيف وحش جدا. فريال مدريد اكيد هتبقى حظوظه، وخصوصا شخصيه البطل في دوري ابطال اوروبا، فهيبقى ليه حظوظ كبيره في المباراه دي، وهو اللي هيتاهل. انتر وبنفيكا. بنفيكا قويه بنفيكا في دوري الابطال السنه دي كويسه، وفي الدوري البرتغالي مديه كله على وشه. الانتر انزاجي هو زي بيولي نوعا ما، اللي هو شويه كويس شويه في فتره تخبط،
مركز في الدوري، لا مركز في الابطال، لا مركز في الكاس. يعني هو زي بيولي نفس الفكر. السيتي والبايرن، وانا سبت ده للاخر لان ده اللي هيبقى موضوع الحلقه كلها. الحلقه هتبقى زي ما قلت لكم في رمضان، تكون حلقات قصيره. ماتش قوي قوي قوي، يمكن ده اقوى من باريس وبايرن. ده اقوى من باريس وبايرن. ليه اقوى من باريس وبايرن؟ لان على قد ما باريس يوم لعيبه، لكن المدرب او فكر المدرب اللي هو جالتيه مش زي جوارديولا. انت جوارديولا باللعيبه دي مع هالاند، لا حاجه تانية. غير كمان ان جوارديولا كان مدرب البايرن ميونخ، وكان مدرب تقريبا جزء كبير من اللعيبه دي. كان مولر ونوير، كان لعيبه كتير. ونيجلسمان في دوري ابطال اوروبا زي ما انت شايف راجل كويس جدا، وفي الدوري الالماني بقى اول الدوري بعد ما كان يونيون برلين هو الاول. فالماتش ده تكتيكات بحت، تكتيكات بحت، سواء من جوارديولا او من نيجلسمان. والماتش الفرقتين دفاعاتهم قويه، هجومهم اقوى. بتتكلم ان ماني رجع وابتدى يدخل في الفورمه. هالاند اهو واخد لسه هاتريك، وجاب مش عارف، جاب عمال بقى يرجع تاني الاجوان بعد ما غاب فتره شويه كده عن الاهداف. فلا الماتش هيكون تكتيكات صعبه، مش هيكون سهل بين الفرقتين. جوارديولا يقدر يكسب الماتش ده ويلعب مرتاح ويعمل اللي هو عايزه في حالة عدم فاتيو. في حالة عدم فاتيو جوارديولا لو ما فتاش هيكسب، وحط لعيبه زي ما هي يقدر يكسب. يعني انت بتتكلم حراسة المرمى لو لعب بإيدرسون، اكي، دياس، اكانجي، وولكر. معرفش وولكر مصاب ولا لا، بس في حالة ان وولكر سليم العب بولكر. هو طبعا ما عندوش باك ليفت لانه باع الكانسيلو، بس في واحد شاب مش فاكر اسمه الحقيقة كويس، اعتقد انه ممكن يبتدي بيه. رودري، ولعب ب رياض محرز، برناردو سيلفا، دي بروين، قدامهم هالاند. جوارديولا ضمن الماتش ده، جوارديولا ضمن الماتش ده في حالة انه لعب بالطريقة دي، لانه برناردو ومحرز ودي بروين يخدموا على هالاند بس الدنيا خلصت. قدام لايبزيج لما كسب 6 كان بيلعب بإيدرسون في الدفاع، اكي، دياس، اكانجي، ستونز، قدامهم رودري، قدامهم جريليش، جوندوجان، كيفن دي بروين، وبرناردو سيلفا، قدامهم هالاند. فكان بيخدم على هالاند 4، وهالاند جاب في الماتش ده 5. هالاند جاب في الماتش ده بتاع لايبزيج 7-0، جاب 5 من 7، يعني كان جونين، واحد منهم دي بروين، واحد منهم جوندوجان. فهي الفكرة كلها ان هو يلعب بالتشكيل الصح، ما يفتيش. زي ما بقول لك جوارديولا بيفتي. جوارديولا لو لعب عادي الدنيا هتكون تمام، فتى خلاص. البايرن عاجلا يعني كده او كده هو هياخد الدوري، سواء لو ان شاء الله الاخير هو واخد الدوري هيطلع الاول ياخد الدوري، عكس الدوري الانجليزي. ونتكلم بقى شويه الدوري الانجليزي. انت بتتكلم في اول دوري ارسنال 29 نقطه، السيتي ب61 نقطه، بتتكلم فرق 8 نقط من 69 ل 61. والسيتي متأجل له ماتش. اليونايتد في التالت ب50 متأجل له ماتشين. توتنهام الرابع 49 لعب ماتشاته كامله. نيوكاسل وباقي الفرق بقى جايه كلها متأجل لها ماتشات. برايتون متأجل لها 3 ماتشات. فالدوري الانجليزي لا صراع كبير. انت بتتكلم لو هو اليونايتد خلاص بره منافسه الدوري، هيبدا فكره كلها في ارسنال والسيتي. السيتي لو كسب الماتش اللي متأجل له هيبقى 64، هيبقى الفرق 5 نقط. 5 نقط الارسنال ممكن يقع في اي وقت. يعني انت ماتشات ارسنال الجايه عنده ليدز. طيب خلص، لا اصبر شويه، احنا في الدوري الانجليزي دلوقتي. نتكلم في ليدز، في ليفربول، في ويست هام،
في ساوثهامبتون، في السيتي، واخد بالك، في السيتي، في تشيلسي، في نيوكاسل، في برايتون، في نوتنغهام فورست، في وولفز. الماتشات كلها جايه صعبه. ليدز رخمه، ليفربول ايا كان هي فريق كبير وفريق رخم، وست هام فريق رخم، ساوثهامبتون ماشي الدنيا تمام، السيتي، في تشيلسي، في نيوكاسل، في برايتون. دول كوابيس. طب 4 ماتشات ورا بعض كابوس، سواء السيتي او تشيلسي او نيوكاسل او برايتون. 4 ماتشات تدعي ان انت تطلع بال3 نقط فيهم. 4 ماتشات لو وقعت في ماتش فيهم الدنيا ما باظت منك. ليه؟ لان السيتي كده كده، السيتي خلاص مش هيخسر باقي الماتشات، لان ماتشات السيتي الجايه انت بتتكلم في ليفربول، في ساوثهامبتون، في ليستر سيتي، في الارسنال، في فولهام، في ليدز، في حاجات كلها تافهه. انت بتتكلم في اقوى فريق هيلعبه هو ارسنال. الماتشات الجايه كلها هبله، في برينتفورد وايفرتون ماتشات هبله. لكن ما تنساش ان لسه السيتي بينافس على الدوري على الكاس والدوري الابطال، الاف اي كاب والشامبيونز ليج، فده ممكن يأثر عامل بدني، فاللعيبه مستواه البدني يقل. عكس الارسنال اللي هو ما بيلعبش حاجه دلوقتي غير على الدوري الانجليزي، انا دوري انجليزي، فده هيفرق. مستوى البدني او اللياقه البدنيه للعيبه هتفرق. هيكون ضيع فرصه من ايده ذهبيه ان هو ياخد الدوري الانجليزي. هو اوريدي ضيع فرصه ان هو ياخد الاف اي كاب وياخد الكاراباو وياخد يوروبا ليج والدوري. كان ممكن ياخد كل البطولات، كان ممكن ياخد كل البطولات. هو اللي ضيع نفسه على الطريقه دي. يخسر من سبورتنج ضربات جزاء، يطلع من الاف اي كاب من السيتي، يخسر الكارباو، يطلع في الدوري. خلاص هو ما بقاش دلوقتي قدامه غير الدوري. ارسنال خسر الدوري هيبقى موسم صفري، مفيش بطوله بح. هيبقى السنه الجايه بقى الكوميونتي شيلد. بيضيع من ايده فرص. ارسنال موسم جبار، لعيبه جباره، ساكا، مارتينيلي، نيكيتيا، اوديجارد، بارتي عامل مهم جدا في ارسنال. بارتي نص ملعب مهم في ارسنال بشكل كبير جدا. لعيبه كتير في ارسنال كويسه جدا، حرام الموسم ده يتنسى. بس فهي دي فرص ارسنال للفوز بالدوري، ان هو لازم يكسب كل الماتشات. وحظوظ الفرق في دوري الابطال زي ما قلنا، بايرن، سيتي تكسب، انتر تكسب، نابولي تكسب، ريال مدريد يكسب. وقلنا طرق والسيناريوهات، وحلقه كانت بسيطه، اتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبتكم متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، و سلام.